بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. بصوا بقى يا جماعه، النهارده انا كنت كده بغسل مواعين وما اكذبش عليكم، لقيت الطاسات يعني بتاعتي كده شكلها طبعا زي ما انتوا شايفين كده، وخليتها اللهم بارك زي ما انتوا شايفينها كده برضه. طبعا ازاي يا سمورة نضفتيها؟ بصوا بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، يعني طريقة بديهية جدا جدا، يعني بدون اي تكلفة وبدون ما اشتري اي باور ولا اي منظفات للطاسات من عند محل المنظفات. زي ما انتوا شايفين انا كده كنت خلصت بقى غسيل مواعين والطاسات في الحوض زي ما انتوا شايفينها كده. فحبيت ان انا اصورها بصراحة علشان لو في حد الطاسات بتاعته شبه الطاسات بتاعتي كده طبعا هيمل بقى ويسيبها لحد ما تعمل حروق سمرة، اللي هي الطبقات بتبقى كده على الطاسة من بره، بيكون شكلها مش حلو خالص، وبيكون كمان يعني العمايل فيها مش بتكون صحية اوي. فانا زي ما انتوا شايفين اول حاجة بعملها كده في الطاسات برفعها على النار، بفضي منها الزيت الاول وبرفعها على النار تسخن كويس. على ما الطاسة تسخن بقى انزلوا دلوقتي وحطوا كده يا جماعة اللايك، وما تنسوش تكتبوا تعليق حلو وتقولوا لي رأيكم في الطريقة السهلة جدا اللي انا هنضف بيها النهاردة. وكمان الناس اللي مش مفعلة الجرس تتأكد كده من تفعيل الجرس يا جماعة عشان يوصل لكم ان شاء الله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة. انا زي ما انتوا شايفين هنا مش هستخدم اي بريل، انا هستخدم الصابونة البلدي، الصابونة الغسيل يعني العادية جدا اللي في اي محل منظفات هتلاقيها ب3 جنيه. ويستحسن لو انت بقى بترمي الزيت بتاعك في الحوض، الزيت اللي انت بتقلي بيه تحوشيه كده وتصفيه، وان شاء الله هتلاقي كده على القناة فيديو لتصنيع الصابون البلدي او الصابون القطع ده. هسيب لكم اللينك ان شاء الله بتاع الفيديو في صندوق الوصف اسفل الفيديو. انا هنا كنت مسخنه الطاسه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، يعني على قد ما ايديكي تقدر ان هي تستحمل السخونه. وابدأي بقى ان انتي تمسكي السلكة العادية، سلكة المواعين، مش الاسبونشة ومش اي حاجة تانية غير السلكة العادية. ويستحسن كمان ان هي تكون ناعمة شوية عن السلكة اللي في ايديا دي يا جماعة. انا بصراحة ما كانش عندي سلك وجبت السلكة دي من حماتي فطلعت يعني خشنة شوية، بس السلكة طبعا لو ناعمة بتنضف بسهولة وكمان مش بتجرح يعني الألمون. طبعا الكلام ده ينطبق على اي طاسة عندك تكون الحروق بتاعتها اكتر من كده، ممكن تسخنيها كويس وتشيلي الحروق من على الطاسة بالسكينة وتبدأي ان انت تعمليها بنفس الطريقة، هتنضف وهتروح زي الفل. طبعا زي ما انتوا شايفين برغي هنا الصابونة كويس وابدأ ان انا ادعك. يلا يا جماعة دلوقتي كله ينزل يحط اللايك، لو حد ناسي يحط اللايك، وتابعوا الفيديو للاخر علشان ان شاء الله تستفادوا من الفيديو. انا بصراحة مش بسيب الطاسات بتاعتي ان هي تتحرق، يعني الحروق الجامدة اللي احنا بنشوفها في الطاسات انا بحبها ان هي تكون نظيفة وبتلمع كده على طول. يعني بعد كل مثلا قلية او قليتين كده في الطاسة بفضيها واغسلها وارجعها جديدة تاني، علشان طبعا اقلي فيها على طول وهي نظيفة كده. كلنا عارفين طبعا ان الالمونيا احسن حاجة ان احنا نقلي فيها بطاطس وسمك بقى وفراخ وحاجات من دي. زي ما انتوا شايفين يعني بدون اي مجهود انا بدعك الطاسة كده وبترجع ما شاء الله بتلمع زي الاول واحسن كمان. انا هنا بقى مسرعة الفيديو علشان طبعا ما يكونش طويل عليكم، ومستمرة كده في دعك الطاسة بالسلكة العادية زي ما انتوا شايفين. حطي بقى مروتك كده في الطاسة وابدأي ان انتي تطفي كده علشان تشوفي برضو الاماكن اللي ما نضفتش زي ما انت شايفة. اللهم بارك الطاسة بتلمع. طبعا هعمل بقى نفس الخطوات في الطاسة من جوه، هسخنها برضو شوية وابدأ ان انا ارغي الصابونة تاني على السلكة وابدأ ان انا ادعك. شايفين بقى الدهون اللي في الطاسة كلها بتبدأ تنزل كده زي ما انتوا شايفين لون المية كده، وبترجع تلمع بطريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة جدا جدا. يلا دلوقتي اللي ناسي يحط اللايك حبايب قلبي، مش عايزة افكركم كل شوية تحطوا اللايك. شايفين الطاسة بتلمع اللهم بارك ما شاء الله، يعني في 5 دقايق كده رجعت الطاسة جديدة تاني. طبعا بتمنى كده من الله يعني ان يكون حد عنده الطاسات بتاعته زي بتاعتي ويستفاد من الفيديو ان شاء الله، ويجرب الطريقة ان شاء الله هتدعولي. تلميعة كده بقى على الماشي، ناخد بقى ريحة البريل اللي بالليمون الحلو ده ونبدأ كده بالسبونشة ونديها تلميعة كده بس وخلاص على كده.
شايفين بقى الطاسة وجمال اللي معانا، اللهم بارك، تحسوا كده ان انتوا لأول مرة بتستخدموه. طبعا بنفس الطريقة عملت الطاسة التانية. ولو عندك اي ألمونيا في البيت طبعا، يعني بصي بقى مزرقة شوية، يعني كده مش مرتاحة لشكلها، اعمليها بنفس الطريقة وهتلاقي الألمونيا عندك اللهم بارك بتلمع زي ما انت شايفة كده. انا مش بقبل ان الطاسات بتاعتي تكون اقل من كده في النظافة، وانت كمان اعملي الطاسات بتاعتك كده وما تقبليش ان هي تكون اقل من كده في النظافة. يا رب يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم ونال رضاكم، وان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير. وما تنسوناش حبايب قلبي في اللايك والشير والسبسكرايب، واسيبكم بقى في امان الله ومع السلامة.